السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهارده نصايح تفيدك في المطبخ، نصايح مهمة جدا، يا ريت تسمعيني لاخر الفيديو. اول نصيحة، لما تيجي تتبلي فراخ ضيفي معلقة من الكركم، لان الكركم ملهوش نكهة ولا له طعم، فبيمتص اي توابل انت حطاها في الوصفة او في التتبيلة، وبيدخلها جوه انسجة الفراخ بصورة افضل، علشان هو عديم الطعم، فبيمتص النكهات وبيدخلها بصورة افضل. دي اول نصيحة. تاني نصيحة، لما تيجي تعملي برجر ضيفي معلقة مثبت ايس كريم على كيلو اللحم، لان مثبت الايس كريم بيعمل حاجتين. اول حاجه بيخلي لك اللحمه مسمغه في بعضها، يعني متلاصقه في بعضها. وتاني حاجه ما بيخليش اللحمه تكش. دي تاني نصيحه. تالت نصيحه، لما تيجي تعملي كفته الحاتي او اي كفته ضيفي معلقتين نشا على كيلو اللحم، علشان النشا مسامي. يعني ايه مسامي؟ يعني بيمتص السوائل، وطالما امتص السوائل فهيحتفظ بالسوائل داخل اللحم، ومش هيخلي الكفته تفقد السوائل، ومش هيخلي الكفته تكش معاكي. بس كده، دول كانوا 3 نصايح، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.